يا مساء الورد عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة. الفيديو النهاردة بيتكلم ان في اشاعة طالعة في اليوتيوب ان حمدي ووفاء اتقبض عليهم في مطار القاهرة. فطبعا انا دخلت قلت ده لسه الناس واخدين الإقامة الذهبية، ومناسبة الإقامة الذهبية في دولة الإمارات برضو عاملين سر من أسرار اللي أقولك إيه، سر الإقامة الذهبية في دبي. فطبعا هي ملهاش سر ولا حاجة، هي الإقامة الذهبية دي يعني إيه؟ يعني ملخص كده إن الإقامة الذهبية دي يعني الإمارات بتديها للأشخاص اللي عندهم رصيد 2 مليون درهم في البنك من اي بنوك الامارات. دي حاجة. الحاجة التانية ان يكون له نشاط جوه الدولة. ده دليل ما شاء الله ان حمدي وفاء ليهم نشاط تجاري جوه الدولة، بمعنى ان هم ممكن يكونوا فاتحين فاتحين محل اكل، محل حلاق، اي نشاط تجاري ليه جوه. وبرضه من اهم الشروط انه يكون مسدد الضرائب وملتزم بقوانين الامارات جوه الامارات. فده نوع من انواع يعني الاوبشن اللي ان انت يعني ملتزم، ان انت عامل شغل كويس في الامارات، ان انت بتسمع كلامنا. فاحنا بنديلك الاقامة الذهبية اللي هي تديك الفرصة ان انت تقعد في الامارات وتروح وتيجي عليها راحتك من 5 ل10 سنين، وممكن تغيب مثلا 6 شهور عن الامارات وترجع تاني. فدي طبعا بتبقى ميزة، فهي ولا فيها سر ولا حاجة. بس قالوا ان هم اتمسكوا في مطار القاهرة. فقلت ايه اللي جابهم، يعني ايه اللي جابهم؟ فلما دخلت سمعت الفيديو لقيت ان اللي بيتكلم بيقول ان دي اشاعة. ففي ناس يعني روجت اشاعات ان قال حمدي ووفاء وهم شايفين محمد وآلاء ويحيى مسافرين، قالوا لهم لا استنوا خدونا معاكم، احنا هنسافر معاكم. فلما سافروا جم مطار القاهرة اتقبض عليهم عشان عليهم قضايا. طب ايه القضايا؟ قضية البين كوين ديت، ولا القضية اللي هي تبع الترويج لشركة اللي هي الشركة بتاعت القمار. ودي حاجة احنا ما نقدرش نصدقها او نأكدها او نكذبها. احنا ما نعرفش، يعني احنا لحد دلوقتي ما نعرفش ان في قضايا اصلا عليهم، وما نعرفش اصلا الناس دي فعلا عملت كده ولا لا. لان ممكن يعني 90% ممكن يكونوا مظلومين ما عليهمش قضايا في الحاجة دي، لان دي قضية تخص الذمة المالية. ان انا اعمل اعلانات واروج لشركة بتعمل حاجة حرام، اظن ده كذب. دي حاجة. الحاجة التانية قالوا التهرب الضريبي. طب ليه التهرب الضريبي؟ قال لك ان كده كده الامارات لا مش الامارات، لما كانوا فاتحين المطعم كان عليهم ضرائب، وغير المطعم هم عليهم ضرائب كيوتيوبر. لان احنا عارفين ان حمدي وفاء مشوا اول ما في فرض ضرائب على اليوتيوب، فقالوا ان عليهم ضرائب. بس ناسوا يقولوا ان وفاء بعد ما ولدت يونس بفترة كده خدت يونس ونزلت على مصر، واتقال ان وفاء نزلت خلصت كل الالتزامات اللي عليها هي وحمدي. هو عامل لها توكيل وخلصت كل الضرايب وخلصت كل الفلوس. يعني الست لما سمعت ان عليهم فلوس راحت سدت الفلوس لبلدها ورجعت تاني تشوف شغلها في الامارات، ومن الامارات لتركيا، وما شاء الله زي ما احنا شايفين. فقالوا لا يا جماعة، دي طلعت اشاعة والناس عاملين اشاعة. طب احنا ليه نروج اشاعات في ذمة مالية، يعني في ذمة البني آدم، ان احنا نطلعه بيعمل حاجة حرام، انه بيروج لشركات قمار؟ ده حرام جدا. ليه كل العناوين دي؟ ليه؟ علشان نعمل بروباجندا بقى ونخش، وفي ناس تخش تأكد تقول لك لا 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 دول جم القاهرة واتحبسوا. وبكرة هتلاقوا حمدي ممكن منزل فيديو على قناته، وبعد ما ينزل الفيديو يقول لك ايه، لا يا عم ده كذب، مفيش فيديو ولا حاجة، ده تلاقيهم بيكذبوا فيديو قديم. برضو يعني هم لما هيلاقوهم بيقولوا ان هم يطلعوا ويكذبوا، هم مش هيكذبوا. يعني احلى حاجة في حمدي وفاء ان هم ما بيطلعوش يتكلموا، ما بيردوش على اللي بيتقال عليهم. هم ماشيين في طريق بيشتغلوا مركزين، تركيزهم بسم الله ما شاء الله عالي، بينموا من شغلهم حلو قوي. عندهم حتة ان احنا هنقدر وهنعمل وهنخلي حلوة قوي، ما بيتهتوش زي ما الناس ما بتقول، مش مثلا بيتأثروا، لا ده احنا بيتقال علينا اشاعات
فحتى لو حمدي ووفاء نزلوا فيديو بكرة على قناتهم، خصوصا ان هم بقالهم فترة بينزلوا على قناة الحاج جابر وحابة ينزلوا على مش عارف قناة مين، المهم ان هم ما بيشتغلوش على قناتهم. وغالبا انا رأيي في حتة ان هم بينزلوا على قناة الحاج جابر ان هم برضو عايزين يكبروا قناة الحاج جابر. فالاشاعات احنا ممكن نقول مثلا ان فلانة عملت آلاء عملت وفاء وحش، وفاء عملت، مع ان هما الاتنين بيضحكوا مع بعض نقبلها. لكن لما نطلع نقول ان اتقبض عليهم، واتقبض عليهم عشان هما متهربين، يعني متهربين من ضرائب، يعني حرامية بقضية قمار، يعني ناس بيحسوا على الحرام، برضو حرام، لا 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 حرام بجد. يعني انتوا بتقبضوا فلوس وبتعملوا وسبحان الله تخشوا تلاقوا الفيديوهات دي جايبة 100,000 مشاهدة. ده لما يبقى فيه إشاعة، مش فيديو الإشاعة ده بالذات، 100,000 مشاهدة. 100,000 مشاهدة دي في يوم، يعني انت بسم الله ما شاء الله عامل مبلغ وقدره. الفلوس اللي دخلالك او اللي دخلالك على إشاعة كذابة بتقبليها على نفسك ازاي؟ يعني حتى لو جم وطلعوا فيديو على قناتهم بكره هيقولوا لك ده فيديو قديم، يطلعوا برضو يكبروا يا جماعه ده فيديو قديم. ده هم مدين الباسورد لحوارات، وحوارات هي اللي بتنزل الفيديوهات عشان تبين وتوضح ان حمدي ووفاء ما بيتهتوش، بس هم محبوسين فين؟ في سجن الحضره اللي في اسكندريه. بصوا يعني هم مقبوض عليهم في القاهره، ويجوا يقولوا لا دول مقبوض عليهم في اسم الحضرة في اسكندرية، في سجن الحضرة في اسكندرية. طبعا يعني كلام كله كذب، ما حصلش الكلام دوت. وحمدي ووفاء اكيد ان هم دلوقتي في تركيا، وصلوا تركيا بالسلامة، على اساس ان خلاص المدارس هتبدأ في تركيا دي لو ما كانتش بدأت. وفعلا الفيديوهات دي ممكن تكون قديمة شوية، هم ما بينزلوش الفيديو يومي. يعني حمدي ووفاء وحوارات احنا واخدين ان هم مش مثلا يصوروا النهاردة ان هم في البحر يروحوا منزلينه في نفس اليوم، لا هم بيقعدوا يمنتجوا ويظبطوا في الفيديوهات فترة، ويروحوا ويرجعوا وييجوا ويعملوا، وفين يروحوا منزلين لنا الفيديو. فبما ان كده ان انا متوقعة ان هم يكونوا بالفعل وصلوا تركيا، وبالفعل محمد وآلاء ويحيى رجعوا القاهرة. وبرضو الرحلة بتاعت شرم الشيخ حسن ومحمود زمانهم جم برضو، لان خلاص المدارس الاسبوع الجاي. فيا ريت ما نمشيش ورا الحرام ونعمل في ذمة الناس، وخصوصا الناس دي والله العظيم لو حمدي ده قعد رقل القنوات دي هيقفل اليوتيوب كله، وهيقعد هو لوحده في اليوتيوب يصور وقادر يعملها. فتلموا علشان ايه؟ ما نفتحش عينين الراجل وما نضايقهوش، لو فك الحزام علينا كلنا هيولع فينا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير.